قبل من الفيديو ده يا صديقي ما تنساش انك تدعي لاخواتنا الابطال. اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امين. وكالعادة يا صديقي، لو ما صليتش اي فرض من فروض ربنا النهارده فقوم صلي دلوقتي، لان الصلاة اهم مني ومنك ومن الدنيا كلها. شايف جاهز؟ طب يلا بينا. في البداية كده يا صديقي عاوز اقول لك شوية معلومات كده عشان ما تتوهش مني وتبقى فاهم احداث الفيلم. بص يا صديقي، احداث الفيلم ده بتدور في اسبانيا، تحديدا كده في اواخر الثلاثينات، وعشان اكون دقيق سنة 1936. وقتها كان في حرب اهلية في اسبانيا حصلت بسبب انقلاب مجموعة من الضباط على الجيش، والنتيجة ان الضباط اللي قاموا بالانقلاب هم اللي مسكوا حكم الدولة، ولكن كانوا ديكتاتوريين بمعنى صح، كان حكمهم ظالم، ولذلك بقى اسمهم الجيش الفاشي. على الجانب التاني كان في الشعب ثوار وأحزاب ديمقراطية رافضين تولي الفاشية دول قيادة الدولة، فأسسوا جيش اسمه الجمهوريين، ومن هنا حصلت الحرب الأهلية. الجمهوريين حاربوا الفاشية، ولكن يا صديقي الموضوع ما وقفش لحد هنا، لا ده حصل تدخل خارجي، والجيش الألماني والجيش الإيطالي شارك في الحرب وساند الفاشية في حربهم على الجمهوريين. وبالنسبة للجمهوريين فساعدهم برضو جيوش خارجية زي روسيا والمكسيك والمغرب، وفضلوا يحاربوا بعض كذا سنة، ومن بعدها قامت الحرب العالمية الثانية. لحد هنا أنا اختصرت الموضوع كده في كلمتين، وأتمنى تكون الأمور وضحت، لأن الكلام ده هنحتاجه في أحداث الفيلم. يلا بينا بقى نخش في الأحداث. تبدأ أحداث فيلمنا بظهور عروسين من الجمهوريين أثناء حفل زفافهم في الكنيسة، والزفاف كان فيه معازيم كتير جدا، وأثناء ما كانوا مبسوطين وفرحانين اقتحم المكان مجموعة من الجيش الألماني وخلصوا على كل الناس حرفيا. بعدها الجنود الألمان لبسوا ماسكات على وشهم وحدفوا قنابل على الأموات. الغريب بقى إن القنابل ما اتفجرتش، لكن خرج منها دخان أزرق. بعد شوية بقى هنفهم الدخان ده تأثيره هيكون إيه. بنروح حاليا بقى للنقيب خان اللي بينتمي للجيش الفاشي، وبنشوفه وهو مربوط وعينيه متغمية والعساكر موجهين أسلحتهم ليه لأنه محكوم عليه بالإعدام. نعرف إن خان مشاغب حبتين، ودي تالت مرة يقتل رتب من الجيش الفاشي بسبب خلافات بينه وبينهم. وبما إن عمه يبقى الجنرال لوزانو وده جنرال في الجيش، فكل مرة بيوقف حكم الإعدام ويديله فرصة تانية يمكن يعقل ولا حاجة. المرة دي لوزانو وقف حكم الإعدام برضه، وأخد خان معاه على المكتب، وفهموا إن القيادات الكبيرة متضايقين منه جدا وبيعتبروه خاين. فخان قال له عيب عليك، أنا رقبت للجيش الفاشي. قال له حلوة قوي قوي، أنا بقى هوكلك بمهمة، لو نفذتها هتثبت ولا أكلينا، والمهمة هي إنك هتسلم الظرف ده للعقيد الاركوس في الكتيبة بتاعته اللي بتقع في مدينة اسمها السيرة. خان قال له مدينة سيرة بيننا وبينها معسكرات للجمهوريين، ولو دخلت منطقتهم هبقى بسلم نفسي وجايز يقتلوني. جايز ايه ده؟ اكيد هيقتلوني. قال له هو ده الحل اللي عندي عشان حكم الاعدام ما يتنفذ، ولو نفذت المهمة القيادات هترضى عنك. فخان ما كانش عنده حل تاني عشان يضمن سلامته، وقرر ينفذ المهمة. مثلا عن كده أخد معاه الجندي دي كروز عشان يسوق العربية، وانطلقوا لتنفيذ المهمة دي. هما في الطريق بقى شافوا مجموعة من الجيش الألماني معاهم معدات كتير، وتقريبا بيعملوا سياج من الأسلاك الشائكة يحوطوا بيه المكان. بعد مسافة بسيطة شافوا طيارات إيطالية بتطير في الجو، ونزل منها جندي بالباراشوت ووقع في مكان قريب منه. فخان أخد دي كروز وراحوا يشوفوا إذا كان الجندي ده محتاج مساعدة ولا حاجة. أول لما وصلوا لقوا الجندي مات لأنه متعلق في شجرة وفاقد أطرافه الأربعة. وفي أقل من ثانية اقتحم المكان مجموعة من الجيش الجمهوري وثبتوا خان وديجروز بالأسلحة، وبعدين فتشوه. القائد خاسينتو سأل خان أنت جاي هنا تعمل إيه؟ قال له جاي في مهمة سرية، ومرضيش يقول تفاصيل تانية. فخاسينتو أمر رجالته يكتفوا خان وديجروز عشان ياخدوهم أسرى. الوقت ده بنشوف صحفي من الجيش الجمهوري قرب من جثة الجندي الإيطالي عشان يصوروا. المفاجأة بقى إنه اكتشف إن الجندي لسه عايش. لا ومش بس كده، ده عضه من رقبته وخلص عليه. ساعتها الجندي ثقاب مسك الجندي الإيطالي وحدفه بعيد وبدأ يفحص الصحفي. والمرة التانية بنشوف الجندي الإيطالي بدأ يزحف على الأرض عشان يوصل للشباب ويهجم عليهم، ولكن الجندي برودسكي ضرب عليه نار كتير جدا. المشكلة بقى إن الجندي ما اتأثرش ولا حصل له أي حاجة، فخاسينتو ضربه طلقة في دماغه، والطلقة دي هي اللي جابت أجل. وقتها الشباب كلهم وقفوا في ذهول من اللي حصل، وبدأوا يفكروا إزاي الجندي رجع من الموت بالطريقة المرعبة دي. فبرودسكي قال لهم جايز ممسوس ولا حاجة، شغل شياطين وعفاريت وكده. ولكن يا صديقي أنا وأنت فاهمين كويس إن
الموضوع مش كده، لان بقى اثناء ما كانوا بيتكلموا بيلاحظوا ان الصحفي رجع من الموت هو كمان ومتحول. والمره دي بقى يا صديقي انت اكيد فهمت ان دول مجموعه من الزومبي. ايوه هو اتحول لزومبي زي ما انت شايف كده، مش مجرد شيطان او مس او حاجه يعني. بالنسبه لينا هو احنا فاهمين انه زومبي، ولكن الشباب ما كانوش عارفين المعلومه دي لانهم اول مره يشوفوا حد بالحاله دي، وموضوع جديد عليهم. احنا بنتكلم سنه 1936. هم لما شافوا الصحفي شكله مخيف كده وبيقرب منهم عشان يعضهم، قام الجندي الخيمي ضربه طلقه في دماغه وخلص عليه. لان انا وانت عارفين برضه يا صديقي ان الزومبي بيموت من دماغه بس، غير كده مش هيموت. الطلق مش بيأثر في جسمه. سريعا كده خسنتو اخد الشباب بقى واتجهوا للمعسكر بتاعهم عشان يقعدوا يفكروا في اللي بيحصل ده بهدوء. المشكله بقى انهم لما وصلوا المعسكر لقوه متدمر حرفيا وكل الجنود اموات. نفس المشهد اللي حصل من شويه مع الجندي الايطالي والصحفي اتكرر مع الجنود الجمهوريين، وبنشوفهم رجعوا من الموت وهم متحولين لزومبي وبداوا يهاجموا الشباب. لكن الشباب ضربوا عليهم نار كتير جدا. المشكله بقى ان عدد الزومبي كان كبير والوضع كان سيء، فالشباب جريوا بسرعه لحد لما وصلوا للنهر واخدوا مركب عشان يعدوا للبر التاني، لان موجود هناك ملجأ خاص بالجمهوريين يستخبوا فيه. وبالفعل الشباب وصلوا البر التاني وهناك لقوا قطيع من الزومبي باعداد اكبر بكتير وبدأوا يخرجوا من كل مكان حرفيا. للاسف الشديد اتمكنوا من برودسكي وعضوا. بالنسبه لبقيه الشباب بقى فقدروا يخلصوا على عدد كبير منهم وبعدين هربوا من مكان بعد معاناه، وفضلوا ماشيين لحد لما الدنيا ليلت عليهم. في طريقهم بقى للملجأ لقوا بيت في وسط الخلا كده والفضاء كان طالع منه ضوء، فالشباب قرروا يدخلوا يباتوا في البيت ده لحد الصبح. اول لما دخلوا اكتشفوا انه موجود جوه جنود من الجيش الفاشي وهم جوريل ورافل والراهبه فلور. طبعا الفاشيين ثبتوا الجمهوريين بالسلاح كالعاده يعني، ولكن خان فهمهم انه واحد من الفاشي عشان يهدوا اعصابهم شويه. وبعدين قال لهم احنا في وضع لازم نبقى ايد واحده فيه لاننا بنواجه اموات احياء عايزين يخلصوا علينا كلنا. طبعا هو قصده على الزومبي. هنا الفاشيين رجعوا اسلحتهم وبلغوا الشباب ان الزومبيز هاجموهم برضه وجوهم هنا عشان يستخبوا. ساعتها خان طلب من رافل وسقاب ودي كروز يطلعوا فوق سطح البيت يراقبوا الوضع عشان لو في قطيع من الزومبي قرب من المكان ولا حاجه ياخدوا احتياطاتهم. وبالفعل الشباب طلعوا فوق السطح والباقيين فضلوا جوه البيت. بنشوف خسنتو بدا يوجه الاتهامات للجيش الفاشي ان هم السبب في اللي بيحصل ده وان ده سلاح جديد بيحاربوهم بيه. فالفاشيين اللي موجودين اكدوا له انهم ما يعرفوش حاجه عن السلاح ده وقالوا لهم احنا متضررين زينا زيك اهو. وبعد ما الدنيا هدت خالص كده بنلاحظ ان خسنتو منجذب للراهبه فلور وبيلاحقها بنظراته. هو ده وقته يا ابن الذين انت. بالنسبه للجنديه الجمهوريه ميتا جوري فبنلاحظ ان هي كمان منجذبه لخان وخان منجذب ليها وحاجه يعني فاضه خالص يعني. وعلى جنب كده خان قعد لوحده شويه وفتح الظرف اللي معاه عشان يشوف مكتوب فيه ايه. اما بص فيه اتفاجئ انه مرسوم فيه خريطه تحديدا كده مرسوم الموقع اللي هو فيه حاليا اللي انتشر فيه الوباء، وبدا يشك ان الجيش الفاشي هم اللي ورا كل اللي بيحصل ده. وبعد شويه وقت الشباب اللي فوق السطح شافوا زومبي بيقرب من البيت، فرافير ضربوا طلقه كده وخلص عليه. وبسبب صوت الطلقه العالي بنشوف قطيع من الزومبي وصل للمكان وبدا يهجموا على البيت لان الزومبي بينجذب للصوت العالي يا صديقي. حاولوا فعلا انهم يكسروا الباب والشبابيك ولكن الشباب بقوا يخلصوا على اي حد يقرب. سريعا كده اكتشفوا باب خلفي وكلهم خرجوا منه. ساعتها ثقاب ولع قنبله وحدفها جوه البيت قبل ما يخرج. بعد ما خرج القنبله انفجرت وخلت في سكتها عدد كبير من الزومبي. بعدها بنشوف الشباب مشوا مسافه طويله لحد لما وصلوا مكان متحوط بالاسلاك الشائكه، وكمان الاسلاك بتكون مكهربه واي حد بيقرب منها بيموت في لحظتها. هنا خان قال لهم ان الالمان هم اللي عملوا السياج ده. فخسنتو قال له عرفت منين؟ قال له شفتهم هم شغالين فيه وانا جاي في الطريق. وبالنسبه لخامي فوجه لخان الاتهام وقال له انت عارف كل اللي بيحصل ده من الاول؟ قال له لا ما كنتش عارف ولكن عرفت لما فتحت الظرف ده وده كان المفروض اسلمه للقائد بتاعي في سيره، ومن الواضح ان عمي لوزانو والجنود الالمان باعتينه ليه عشان يعرفوه ان مهمتهم نجحت. طبعا خان عبر عن استيائه من اللي بيحصل ده وفهم الجمهوريين انه هيتعاون معاهم عشان يبحثوا ويعرفوا الفاشيين اخترعوا الوباء ده ازاي وكمان يلاقوا حل قضاء عليه. وبالفعل الجماعه انطلقوا في طريقهم وفي السكه كده عدوا على الكنيسه اللي الالمان اقتحموها في اول الفيلم لو فاكرين، وخلصوا على كل الناس الموجودين وحدفوا قنابل الدخان. ده المشهد ده شفناه في اول الفيلم. فالشباب دخلوا الكنيسه عشان يفتشوها يمكن يلاقوا حد يفهمهم ايه اللي حصل هنا. او لما دخلوا بنكتشف ان العروسه يا صديقي لسه عايشه لكن كانت متصابه كده بطلقه في رجليها. فالشباب قعدوا معاها وسالوها حصل ايه، فقالت لهم اللي حصل بالظبط ان الالمان هجموا على الفرح وخلصوا على كل الناس وبعدين حدفوا قنابل خرج منها دخان ازرق. وطبعا العروسه ما حصلهاش اي حاجه لانها دخلت استخبت في الكنيسه. المهم ان العروسه كملت كلامها وقالت بعد ما الاموات شموا الدخان فجاه رجعوا من الموت بطريقه عجيبه غريبه وكانوا متحولين وشكلهم مرعب. ساعتها الالمان دخلوا
الكنيسه ومعاهم كام واحد من المصابين عشان يفحصوهم طبيا، ولكن حصل اللي ما كانش يتوقعوه. ايوه، المصابين هجموا عليهم وعضوهم كلهم والكل اتحول لزومبي حرفيا، والمصاب بقى ياكل في السليم. وهنا بنفهم ان الجيش الالماني هو اللي صنع القنابل السامه دي عشان تحول الناس لزومبي ويخلوهم يخلصوا على بعض. فبالتالي خان استنتج ان اللي صنع الوباء اكيد صنع علاجه عشان يقدروا يحتووا الموقف وكده، والدنيا ما توسعش منهم وتخرب في دماغهم. فسرعا كده قال للشباب يلا نمشي من هنا عشان نفكر ازاي هنقدر نوصل للعلاج. وقتها بنشوف خامي اكتشف الاوراق والمستندات اللي مكتوب فيها القنابل دي اتصنعت من ايه، فاخد كل الاوراق دي وخرج من باب الكنيسه وقال لخسينته انا هروح الحزب الجمهوري اسلمهم الاختراع ده عشان نحارب الفاشيه بنفس السلاح بتاعه. فخسينته قال له انت غبي يا عم، السلاح ده هيدمرنا كلنا ومش هيميز مين فاشي ومين جمهوري. وكلمه منه على كلمه من خامي، هوب شويه من الزومبي هجموا على خامي وخلصوا عليه. مشكله بقى انهم بداوا يهجموا على الكنيسه وكان على وشك انهم يقتحموها كمان. ساعتها فلور قالت للشباب انا عارفه الكنيسه دي كويس وفيها نفق تحت الارض ممكن ان احنا نخرج منه. بالفعل الشباب نزلوا النفق، فضلوا يجروا بكل سرعتهم لان الزومبي خلاص اقتحموا الكنيسه. واثناء مرورهم من النفق بنكتشف ان العروسه ما كانتش مضروبه طلقه ولا حاجه وانها اتعضت في رجليها اصلا. طبعا احنا عارفين ده معناه ايه، معناه انها هتحول لزومبي. فعلا ظهرت عليها اعراض الاصابه وتحولت زومبي وجات على وشك انها تخلص على الجوريل، ولكن الشباب بعدوها عنه بصعوبه شديده لانها بقت تهاجمهم هم كمان. ولكن في النهايه طبعا خلصوا عليها. بعدها الشباب كملوا في طريقهم بقى لحد ما وصلوا عند باب الخروج وخرجوا كلهم الا فلور فضلت جوه وقفت على نفسها الباب. واما خسينته بقى سالها ليه عملت كده، قالت له ان العروسه عضتني. وبنشوفهم الاثنين ودعوا بعض بمنتهى الحزن. وبعدين الزومبيز هجموا على فلور وفلور فضلت تضرب عليهم نار لحد لما اتحولت وبقت زيهم. اما بقى الشباب فبنشوفهم استخبوا في مكان كده وبداوا يفكروا علاج الوباء ده ممكن يلاقوه فين. خان قال لهم انا شفت قطر في المعسكر بتاعي فيه صناديق وبضايع كتير كده، جايز يكون هو ده العلاج ولا حاجه. فخسنته قال له وانت عايزنا نروح معاك المعسكر عشان يخلصوا علينا؟ قال لهم ما تقلقوش انا هحل الحوار ده. وسريعا كده طلب من ديكروز يروح يجيب العربيه اللي شافوها عند باب الكنيسه اول لما وصلوا. وبالفعل ديكروز جاب العربيه واخد الشباب ومشوا. على تاني يوم الصبح بنشوف الشباب وصلوا بالقرب من معسكر الفاشيه وخان سابهم مستخبيين في مكان وراح هو المعسكر. اول لما وصل عمو لوزانو استقبلوه وكلموا من ورا السياج وقالوا نفذت مهمتك ولا لا؟ قال له لا، بس وانا في السكه قبضت على جنود جمهوريين وعرفت منهم انهم بيصنعوا سلاح جديد يقضي علينا، ايه رايك تسجنهم وتعرف منهم معلومات اكتر؟ خان عمل الحيله دي طبعا عشان الشباب يقدروا يدخلوا المعسكر ويفتشوا معاه العلاج. المفاجاه بقى ان لوزانو قال له مش عايز اعرف معلومات لان كده كده في طيارات ايطاليه هتيجي بعد ساعات قليله جدا وتفجر المكان بالكامل وتخلص على كل اللي فيه. وتقريبا قرروا يفجروا المكان بالكامل لان الوضع خرج عن سيطرتهم يا صديقي وما بقوش عارفين يتعاملوا مع المرض اللي نشروه. المهم ان لوزانو كمل كلامه وقال له بالنسبه ليك فانت مش هتدخل هنا لانك ما نفذتش مهمتك. وحضره الجنرال طرد ابن اخوه واتخلى عنه. فخان رجع تاني للشباب وهو خايب الامل لانهم مش هيقدروا يقتحموا المعسكر. لكن خزينته اقترح ان حد فيهم يضحي بنفسه ويروح يفجر الحرس اللي واقفين على بوابه المعسكر دول عشان يقدروا ان هم يدخلوا بسلام. فديجروس اتبرع ان هو يروح هو يفجر نفسه في المكان. فخان اتاثر جدا وقال له لا بلاش يا ابني تروح انت، انا عارف انك جبان وبتخاف من خيالك. قال له انا كده كده ميت يا صاحبي. وفاجئهم ان في مصاب عضه من ايديه اصلا وقت ما كان بيجيب العربيه من قدام الكنيسه، وبما انه فعلا كده كده ميت فيموت في حاجه مفيده يعني. فالشباب سابوه فعلا يقوم بالمهمه دي. واول لما وصل عند باب المعسكر الحراس ضربوا عليه نار وخلصوا عليه. لكن سريعا كده رجع من الموت وهو متحول لزومبي والقنبله وقعت من ايديه وبهم انفجرت. فبالتالي كل الحراس اللي على الباب ماتوا. في اللحظه دي الشباب قدروا يتسللوا كده ودخلوا المعسكر بمنتهى السهوله. وقبل ما يدخلوا النفق لاحظوا ان في قطيع من الزومبي وصل للمكان وشكلها هتبقى مجزره يا جدعان. المهم ان الشباب دخلوا ولقوا الجنود اللي جوه في حاله هرج ومرج بسبب الانفجار. بالنسبه للشباب فتسللوا من وسطهم بمنتهى الحرص عشان يوصلوا للقطر اللي فيه البضايع او اللي خان متخيل ان فيه العلاج يعني. ولكن في وقت بسيط جدا بنلاقي الزومبيز هجموا على المكان باعداد كبيره جدا وبداوا يهاجموا الجنود ويخلصوا عليهم. ساعتها الشباب اتفرقوا كل واحد راح في مكان. خان وخسينته وماتاجوري نزلوا تحت بقى القطر وفضلوا يزحفوا لحد لما يوصلوا للعربيه اللي عايزين يستهدفوها. اما بقى ثقاب وجوريل فدخلوا استخبوا جوه عربيه وقفوا على نفسهم كويس جدا. لكن الزومبيز اتلموا حوالين العربيه وكانوا على وشك انهم يكسروا الازاز ويهجموا عليهم. هنا الشباب لاحظوا انهم قربوا من الموت فعلا فولعوا قنبله وفكروا نفسهم بالزومبيز مره واحده كده. بالنسبه لرافير فكان قاعد فوق القطر وبيصطاد الزومبيز بالبندقيه بتاعته. وقتها
بنشوف واحد من الزومبي طلع فوق القطر وشده من رجليه يا صديقي، والحقيقه ما نعرفش هو عضه ولا عمل معاه ايه. يروح بقى الخان وميتاجوري اللي بنشوفهم وصلوا عربيه القطر اللي فيها العلاج بالنسبه لخاسينتو، فسابهم وراح اول عربيه في القطر عشان يسوقوا ويمشوا من هنا. واما خان وميتاجوري دخلوا العربيه لقوا الضابط الالماني اللي شفناه في اول الفيلم قاعد جوه العربيه ومعلق في ايديه محاليل. فخان قال له هو ده العلاج المضاد للوباء؟ قال له ده مش علاج نهائي، ده مجرد علاج بيبطئ بس مفعول الوباء وما يخليهوش ينتشر في الجسم بسرعه. وهنا بنعرف انه مصاب لانه صديقي بيتعالج قدامنا اهو. واضح ان العلاج اللي اخده مفعوله انتهى لانه بدا كمان يتحول. وفي اللحظه دي ميتاجوري ضربته طلقه في دماغه وخلصت عليه وخلصت منه خالص. وقتها خان بقى لاحظ ان في حد موجود في العربيه معاه، فراح يفتش يشوف مين ده، وللاسف اكتشف انه مش بني ادم بل الزومبي. الزومبي عضه من ايديه، فميتاجوري خلصت على الزومبي وبعدين قطعت لخان كف ايديه في مشهد مرعب جدا قبل ما الوباء يتسلل وينتشر في باقي جسمه. في نفس الوقت ده بنشوف قطيع من الزومبي اقتحموا عربيه القطر، فخان وميتاجوري دخلوا استخبوا جوه دولاب مصنوع من الازاز وقفلوا على نفسهم بسرعه. اما الزومبيز بقى فكلهم اتلموا قدام باب الدولاب في محاوله انهم يقتحموا ويعضوا الشباب. والحقيقه المنظر كان مخيف ومرعب جدا لاي حد. حاليا بقى بنشوف خاسينتو ظبط الدنيا واتحرك بالقطر، ولكن ساعتها هجم عليه شويه من الزومبي وحاولوا انهم يعني يعتدوا عليه. هنا خاسينتو قرر يخلص على نفسه افضل، وبالفعل ضرب نفسه طلقه ومات. وقتها بنشوف القطر خرج من المعسكر وبين العربيات بنشوف رافير لسه عايش والزومبي اللي شده من رجليه مقتول، وبنفهم ان رافير هو اللي خلص عليه. عاش والله يا معلم. في نفس الوقت ده بنشوف الطيران الايطالي وصل المكان وحدف قنابل على المنطقه كلها عشان يخلص على كل اللي فيها ويطهروها تماما. طبعا القطر اتضرر من القنابل دي واتفرتك حرفيا، لكن خان وميتاجوري ما حصل لهمش اي حاجه لان الدولاب اللي كانوا مستخبيين فيه حماهم ومنع عنهم الاذى. بعدها بنشوفهم بقى نزلوا من القطر وركبوا موتوسيكل كده، وميتاجوري ووصلت خان لمكان امان وقالت له انا همشي انا بقى. لا خليك معايا واوعدك محدش هيأذيك. قالت له لا الحرب بيننا لسه ما انتهتش، يعني من الاخر كده حتى لو حبوا بعض في خلافات سياسيه، فالخلافات السياسيه اللي بينهم منعتهم يعيشوا مع بعض في سلام. بالنسبه ليها فقالت له انا ما بقاش ليا اي حد هنا، وقررت انها اسافر فرنسا لحد لما الاوضاع تتحسن. وودعته في مشهد حزين جدا وانتهى الفيلم على كده. فيلم يا صديقي جامد جدا جدا بالنسبه لي. بحب انا افلام الجيوش اللي بتبقى مرتبطه بالرعب، سواء مثلا كيلهم بشر زي ذا هيلز هاف ايز 2 اللي كان عاجبني جدا، او زومبي زي الفيلم ده. فتقييم الفيلم ده هو 7/10 لانه كان ممتع الصراحه بالنسبه لي. تشوف صديقي تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. طول ما انت قريب من ربنا وبتعمل خير كله هيبقى تمام. اشوفك في الفيديو الجاي، يلا سلام.